شايفين بقى جمال الليمون؟ مش هتلاقوا الليمون ده عند اي حد، ولا الفلفل المتماسك ده عند اي حد، ولا مهري ولا اي حاجه. سامعين؟ اهو ناشف جدا يعني. شايفين اهو بيطق يا جماعه. وده كده بقاله يعني تقريبا حوالي اكتر من اسبوعين. شايفين؟ بصوا، بقرصه بسيطه اتقطعت الليمون. احلى مخلي الليمون اهو. وده طبعا كان اول برطمان خلص، ده اللي فتحناه بعد اول اسبوع وخلصناه، وده البرطمان التاني. شوفوا بقى الطريقه ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم مخلل الليمون بوصفه بسيطه جدا، وازاي الليمون ما يعملش ريم، والسوا بتاعه ازاي يبقى مظبوط، واقول لكم على كل التفاصيل. انا هنا معايا 4 كيلو ليمون. هو كان اخضر بس انا مش عارفه، انا بيته في الشنطه من بالليل لتاني يوم لقيته بدأ يصفر يعني. فما علينا، هو كان حجمه ما شاء الله كبير وحلو، فانا طبعا هنا كنت بنقيه فبشيل الايه اللي لو اي ليمونه فيها غلطه او حاجه بشيلها. وبعدين بغسل الليمون كويس زي ما انتم شايفين كده. لازم يتغسل كويس عشان ما يبقاش فيه اي تراب ولا اي حاجه. وانا بغسله برضو بنقي، لو لقيت فيه اي ليمونه مش حلوه بشيلها. قشرتها مثلا خشنه، فيها اي عيب اي حاجه بشيلها، عشان يكون الليمون كله نضيف وحلو وشكله كمان حلو يعني يفتح النفس كده. هنا بقى طبعا عمال بقى يطلع اهوت ورق شجر وبيطلع حاجات في الميه، فلازم الميه تبقى مغطياه تماما عشان لو في اي حاجه تعوم على الوش. طبعا هنا انا كنت غسلته خلاص وحطيته بقى في حله كبيره وحطيت له ميه نظيفه. هنا طبعا كانت ياسمين لازم تحط بصمتها، يعني لازم توريكم الليمون. فانا هنا بقى بغلي الليمون، ولما الليمون بيغلي علشان تتاكدي من سوى الليمون بتلاقيه فتح. اول ما تلاقي الليمون بدأ يفتح زي كده اهو، خلاص تطفي البوتاجاز. شايفين؟ هو كده طبعا مش كله فتح بس هو بدأ يفتح. طالما فتح خلاص اطفي البوتاجاز واسيبه يبرد لوحده خالص. انا سبته من بالليل للصبح، بعدين صفيته. شايفين اهو؟ يعني في مفتوح وفي مقفول. طبعا المية بتاعته بقى دي كنز، دي انا اعمل بيها حاجة تانية هبقى اوريها لكم. معايا هنا بقى طبعا مية اللي تكفي الليمون. فانا هنا حطيت حوالي 5 لتر مية. لكل لتر ليه معلقة سكر ومعلقتين ملح. تمام؟ كل لتر مية معلقة سكر كبيرة ومعلقتين ملح. وهحط كمان الملح مش كله ملح من الناعم، لان الملح الناعم ده بيحدق المخلل. هو طبعا السكر بيعمل المعادلة اللي هو ما يخليش الحاجة حادقة، بس الملح بقى الخشن ده شايفين عامل ازاي؟ ده الملح ده بجد بيخلي الحاجة مملحة بس مش حادقة، بجد جميل جدا يعني. هنا بقى طبعا رودي حبيبتي كانت بتساعدني بتوريكم الملح. شايفين الحبيبات بتاعته كبيرة. فانا بقى خدت نص كمية الملح من الخشن والنص التاني من الناعم. ده كده المقدار المظبوط، يبقى لكل لتر معلقتين ملح. وهحط نص كوباية خل. انا مش هكتر الخل لان الخل بيخلي المخللات تتهري. تمام كده بقى هقلب خالص لحد ما اخلي الملح كله يعني تقريبا يدوب مع السكر والخل. قلب 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 بقى كده كله لحد ما كله بقى يدوب. طبعا ايه الملح الخشن بياخد وقت شوية على ما بيدوب، التاني طبعا ده في ثانية. بس بجد جربوا الملح الخشن وهتدعولي. هنا بقى كنت انا فارمة في الكبة فلفل احمر وفلفل اخضر حراق، بس انا طبعا كنت عاملاهم برضو من قبلها بيوم. قلت ما اجهز كل حاجة لحد ما الليمون بقى يبرد وكده، فتاني يوم بقى ايه على روقان قلت اما اعمله. هنا بقى هحط في البرطمان الليمون، واضيف بقى كده نص الكمية بتاعة الليمون. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، يعني بجد حلو جدا اللهم بارك. وكان سواه مظبوط جدا يعني. هحط بقى نص الكمية بتاعة الليمون في البرطمان. ومعايا هنا حبهان انا فاتحاه وقرنفل هحطه في النص. بجد بيدي طعم وريحة تحفة يا جماعة، تحفة. وهحط فلفل حراق برضو في النص عشان يعني يستوي برضو مع الليمون. هكمل بقية البرطمان. طبعا الحاجة جواه كلها اللي انا حطيتها كده. كملنا بقية البرطمان بتاع الليمون.
هحطه برضو هملاه كده. انا ما حطيتش خالص ميه اهو. وبعد كده على الوش هحط برضو كام قرن فلفل حراق على الوش. ده هنا بقى كنت عامله نعمل ايه ديكوريشن انا ورودي. تقول لي يا ماما حطيه كده، اقول لها لا مش مهم يا رودي، تقول لي والنبي اللي تحطيه. فانا ما رضيتش ازعلها ورحت حطيته برضو ايه زي ما هي عايزه كده. هنا بقى طبعا الميه اللي انا كنت جهزتها هفضيها بقى فين، على الليمون بقى، بعد ما مليت الليمون الاول. فما تحطوش الميه الاول عشان ما تدلقش، لكن كده انت بتعرفي المقدار، شايفين. وعلى الوش بقى هروح حاطه معلقه واحده زيت. الزيت ده بقى ما بيخليش المخلل يريم خالص، وبيحافظ على المخلل ما يخلوش يحصل له اي حاجه. بس لما بتيجي تجيبي منه هاتي بكبشه بمعلقه كبيره، هاتي باي حاجه، ما تحطيش ايدك في المخلل. لما بتحطي ايدك في المخلل، هو سبحان الله ايدينا بيكون فيها بكتيريا احنا مش بنشوفها، فبتخلي المخلل يبوظ ويعمل بقى الريم، وبعد كده المخلل يتهري وما بيبقاش حلو. لكن ده لحد اخر ليمونه في البرطمانين هتشوفي النتيجه بجد، لا في ريم ولا مهري ولا اي حاجه. وطبعا الميه دي كنز بجد، هتشوفوني انا هعمل بيها ايه. والميه بتاعت سلق الليمون دي لها افكار كتير. ولو عجبتكم بقى الوصفه بتاعتي اضغطوا بقى لايك وشير واشتراك في القناه اللي ما اشتركش. ايه تاني ايه تاني ايوه، فعلوا زر الجرس ودعوه حلوه في كومنت، ومع الف سلامه.